السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ام محمد من قناة يوميات بنوتة شقية. النهاردة بحضر لأكل. هو شبكة جارتي وانا هعمل معاها الاكل او هنعمل الاكل سوا، بس انا بعمل عندي في الشقة. يعني انا قلت لها انا اللي هعمله. فاحنا دلوقتي ده جايبين كده كفتة اهي من الجزار. دي عجينة كفتة جاهزة، ودي لحمه مفرومه ماشي، وده بانيه، وهنعمل كمان رز اصفر وهنعمل سلطه، وهنشوف الخطوات مع بعض. احنا دلوقتي في اول حاجه خالص، بس انا حبيت اشارككم الفيديو من الاول. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحشني التصوير جدا، انا بقالي كتير مش بصور، اتحمست للفكره وقلت لازم اصور. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ هنقع البانيه ده، هفكه كده من بعض عشان هو متلج شويه. انا مخرجاه من الصبح من الفريزر، فانا هخرجه يفك ماشي. وهنقعه بقى في ليمون وملح وخل ماشي. هنقعه واظبطه، وبعد كده نرجع للفيديو ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. استنوني. دلوقتي حبايب قلبي انا متبله البانيه في الميه ام خل وملح المحلول يعني، والليمون والملح والخل زي ما قلت لكم. دلوقتي انا هعمل البانيه بطريقه جديده، مش جديده يعني، هي طريقه معروفه وكل حاجه، بس بضرب طماطم مع بصل. هو هنا معايا طماطم وليمون اهو، وهنا الشنطه دي بقى فيها بهاراتي اللي هستخدمها في الكلام ده كله، يعني كله هيبان قدامكم دلوقتي. ومعانا خضره هنا عشان الكفته بتاعتنا اهي، جبت حزمه خضره كده وحلوه ماشي. ومعانا هنا ده هنا بيض، ومعانا بيكنج باودر عشان الكفته برضو. طبعا كل حاجه يعني هتبقى واحده واحده وخطوه خطوه. وهنا بصل. فيلا بينا نحضر الحاجه اللي هنضربها في الخلاط للتتبيله. وهنجيب كوبايه زبادي كبيره عشان هنعملها برضو مع البانيه. على ما اوضب بس القوطه والبصل بتاعي وحاجتي هرجع لكم تاني عشان اوريها لكم. حان وقت العمايل. دلوقتي انا بصوا ظبطت لكم كل حاجه اهو. بصوا البصل خرطته زي ما انتم شايفين كده، والطماطم برضو خرطتها كده، ودي الليمونه دي هنعصرها ماشي، وده قرن فلفل كده عشان يشطشط الدنيا. ومعانا هنا بهاراتنا اللي هنتبل بيها. معانا كمون، فلفل، كزبره، بهارات، توم، بصل، بابريكا، ملح. اوكي. وممكن نحط كمان مكعب مرق دجاج. خلاص. وهنحط خل، حبه خل. يلا بقى نحط ده في الخلاط وهرجع لكم. واهم حاجه هنحط ثانيه واحده كوبايه الزبادي الروعه دي هنحطها. انا عامله 3 كيلو بانيه، فهحطها كلها ماشي، عشان هي دي اللي هتدي طراوه كده للحمه بتاعتي للفراخ بتاعتي، وهتبقى طعمها حلو ماشي. لازم كوبايه الزبادي. تمام. يلا بقى هضرب كوبايه الزبادي دي الاول، افكها في الخلاط، وبعد كده احط الحاجه بتاعتي دي كلها هضربها وهرجع اوريها لكم تاني. دلوقتي يا حبايب قلبي غسلنا البانيه وصفيناه وشو زي ما انتم ما شايفين بالمنظر ده. طبعا ريحه الزفاره ما هو البانيه مش زفر قوي يعني، بس برضو عملنا الخطوات دي عشان ايه؟ يبقى 100 100. والخلطه بتاعتنا اهي حطينا كله وضربناه في الخلاط وبقت بالقوام ده. كل اللي انا هعمله هاخد من هنا وانزل هنا. تمام. هتبل الكميه دي وهرجع لكم اوريها لكم لما اتبلها، انتظروني. دلوقتي حبايبي البانيه اهو شكله بعد ما خلص تبلناه. هحطه في التلاجة، انا هعمله بكره ان شاء الله، فانا متبلاه كده قبلها ب 24 ساعه اهو. يلا بقى نعمل الكفته مع بعض. بصوا حبايب قلبي دلوقتي هنعمل اللحمه، العجينه الكفته واللحمه دي بقدونس انا قطعتها كده، غسلتها وقطعتها كده بالشكل ده. بهاراتنا معانا ملح، معلقتين دقيق، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه، كمون، كزبره، مرق دجاج، فلفل اسمر، كيس كيك شيف او بيكنج باودر لازم، ولازم لازم لازم عشان هو ده اللي بينفس الكفته ماشي. يلا بينا. او طبعا معاها هبشر بصلتين 3 كده حلوين وهصفي ميتهم، بس هنعمل الخطوه دي الاول وبعد كده نضيف البصل مع بعض. يلا بينا نحط بهاراتنا وحاجتنا دي على اللحمه. ضفت اهو كل حاجه حتى كيس البيكنج باودر حطيته. دلوقتي هعجنها بقى في قلب بعض وهرجع لكم تاني وانا بضيف البصل. بصوا حبايب قلبي الكفته اهي عجناها زي ما قلت لكم، وادي البصلات دول بصلتين كبار بشرتهم وصفيت ميتهم. هنضيفهم بقى على اللحمه بتاعتنا
ودي ميه البصل اللي طلعت منها هنصبع بيها الكفته. انا هعجن البصل مع الكفته، هسيبها ترتاح اقل حاجه 3 ساعات في التلاجة، وهرجع اصبعها معاكم برضو، انتظروني. ورجعت لكم تاني. الكفته اهي بعد ما ارتاحت وميه البصل اهي، ودلوقتي هنبتدي ان احنا نصبع. انا هوريكم بصبع ازاي. ده سيخ اهو معايا زي ما انتم ما شايفين اهو، هصبع عليه الكفته بتاعتي. امسك كده يا محمد اهو. هاخد بس كده باللي ايدي ميه بصل، وابتدي اخد حته الكفته واصبع الكفته بتاعتي بالشكل ده اهو، وابتدي ان انا اشد واحطه في صينيه. ماشي، هخلص بقى كميه الكفته دي في الصواني وهرجع اوريها لكم تاني لما اخلصها، انتظروني. بصوا حبايب قلبي، دلوقتي احنا صبعنا الكفته زي ما انتم ما شايفين كده، وفي صينيتين تاني في التلاجة. كده احنا عملنا كميه. بكره بقى ان شاء الله هنسوي ونعمل البانيه، نعمله بالفيجيتار. هنبقى مع بعض برضو خطوه بخطوه، انتظروني. دلوقتي حبايب قلبي انا عملت البانيه اهو. انا نفضت منه التتبيله وعملته بالبيض زي ما انتم ما شايفين كده، بس طبعا لان كميه يعني كبيره شويه فضلت ان اعملها مع نفسي. هو انا ما حطيتش غير البيض، فكيت البيض بشويه ملح وفلفل اسمر وعملت بيه البانيه. وهنا معانا الفيجيتار بتاعنا اهو، فيجيتار ودقيق، وحطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وشويه بهارات صغيرين جدا، وقلبتهم ودقيق والفيجيتار بس. دلوقتي كل اللي هعمله هاخد شرايح البانيه من هنا هعملها هنا بس كده. فهعمل الموضوع دوت وهرجع تاني اوريهولكوا في الاخر. يعني بصوا مثلا اهو، اهو زي ما انتم ما شايفين كده. يلا انتظروني بقى اما اخلص اوريهولكوا. دلوقتي حبايب قلبي انا عملت كميه البانيه اهي زي ما انتم ما شايفين كده. دلوقتي بقى انا هحطه في التلاجة شويه وبعد كده هقليه وهرجع لكم. دلوقتي حبايب قلبي هنعمل شويه سلطه مع بعض كده. معايا طماطم وفلفل الوان اصفر واحمر اهو، وفلفل اصفر وخيار طبعا تحته بقى وليمون وحاجه السلطه عامه يعني. فهنروح نعمل السلطه ونرجع لكم تاني. دلوقتي حبايب قلبي خرطنا السلطه كلها اهي زي ما انتم ما شايفين، وحطينا الملح وكمون وخل وليمون وخضره وكل حاجه، والفلفل الالوان وجزر. انا عايزه بس اقلبها واوريها لكم لما اقلبها، استنى. اهو يا حبايبي ده شكل السلطه بتاعتنا اهي. يلا بقى بينا نقلي البانيه مع بعض. انا هروح اقليه، يا اما هبقى معاكم يا اما هصوره لكم في الاخر، يعني لسه مش مكرره قوي بس انتظروني. دلوقتي يا حبايبي بصوا احنا بنقلي البانيه اهو مع بعض. اصل انا كده اتنقلت بقى رحت شقه جارتي اهو بنقليه، وهرجع لكم لما نخلص، انتظروني. دلوقتي يا حبايب قلبي قلينا الكميه اهي، بس الاضاءه طبعا مش ظابطه ولسه الباقي ده هنقليه. بصوا انا عايزه اصوره لكم عند الاضاءه. هكمل بقى الكميه وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي دلوقتي احنا خلصنا دول طبقتين فوق بعض اهمت، وعلى ورق ابيض عشان يصفي زيته، وهنحط بقى الكفته في الفرن وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي الكفته اهي معانا زي ما انتم ما شايفين كده. هدخلها بقى الفرن ونشوف نعمل الرز كمان مع بعض. حبايب قلبي هنعمل الرز معانا اهو. دي حله كبيره ودي حله اصغر شويه. هنعمل هنا 3 رز وهنعمل هنا 2 رز.
وهنا حطيت سمنه وزيت وبصل، سمنه وزيت وبصل. هيدبل البصلايه هرجع تاني اقول لكم هنعمل ايه. بصوا البهارات بتاعتنا اللي هنحتاجها: ملح، كاري، كركم، مرقه دجاج، ورق لوري، قرفه، ليمون. وهنا نفس الكلام، ده للحله الصغيره ودي للحله الكبيره. تمام. يلا بقى بينا نحمر البصلايه وهرجع لكم تاني. دلوقتي الرز اهو حطينا ميته وظبطناه على الاخر. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. فيلا بقى هوريكم برضو الكفته كده بسرعه. بصوا قربت تستوي، دول صينيتين، لسه في صينيتين تاني عند جارتي بقى. بصوا حبايب قلب الكفته اهي خلصناها وعملناها، بس هنحطها في حله عشان بعمل لها فحمايه على النار. لما الفحمايه تحمر كده احط عليها شويه زيت ماشي عشان تدينا ريحه الكبابجي. وادي الكفته اهي زي ما انتم ما شايفين كده، كفته الحياتي جميله جدا. والرز حله استوت وحله لسه على البوتاجاز اهي هتستوي وانتظروني. ايه رايكم؟ حاجه وهم من الاخر. بصوا يلا بقى نعبي الاطباق اهي. هنعبي الرز وعليها الكفته والبانيه وهنظبط الدنيا وهوريها لكم برضه. حبايب قلبي اهو العلبه اهي عملناها زي ما انتم ما شايفين كده اهو. بصوا اهو ده الباقي ماشي. عايزه اوريكم برضو شكل العلبه من جوه عملناها ازاي، بانيه وكفته ورز. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده ونالت اعجابكم. لو عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك للقناه، كومنت حلو منك لو عجبك الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده مع ام مكه. باي باي.